اتفضل. اللي انا بتمناه ان او مش انا بتمناه انه البلد حاليا في وضع سيء اقتصاديا، وانا من الناس اللي تؤمن ان الحاله الوحيده اللي هتطلعنا من الاقتصاد اللي احنا فيه انها تخلي مصر بلد من بلاد العالم المتقدم الغنيه جدا جدا، اللي هو التعدين. وان انت عشان تقدم التعدين او تطور التعدين في مصر مش محتاج اي حاجه، يعني مش لا محتاج الا يعني مش ولا تحتاج البلد تعمل اي حاجه الا ان هي تدخل قانون تعدين جديد. ده كل اللي البلد محتاجاه، ان الجماعه بتوع مجلس الشعب يفهموا منظومه التعدين اللي في العالم زي العالم كله فاهمها. يعني مفيش الا احنا اللي احنا راكبين حكايه الحدائق دي. العالم كله عارف ان عشان تشتغل في التعدين لازم يكون عندك قانون تعدين يجذب المستثمرات. والعالم كله شغال بقوانين ان شفافه، فيرست كام فيرست سيرفد، تدفع عتاوه وتدفع ضرائب. ومعظم البلاد العالم حتى بتقول لك ما تدفعش ضرائب. واخد بالك؟ تعالى دخل لي فلوس في نظام المدفوعات بتاعنا وشغل لي ناس. والبلاد دي مسابقانا بأميال. لو احنا استمرينا على الطريقه اللي احنا ماشيين بيها ديت الصومال هتسبقنا. والله بجد. الصومال والحبشه دلوقتي الحبشه يعني احنا اثيوبيا يعني دي يعني هتسابقنا، وهتسابقنا في ظرف سنه او اتنين. واحنا قاعدين وعندنا الناس الكويسه دي كلها، وعندنا المناطق عندنا الانفراستراكشر التمام ده كله. ف يعني النداء اللي انا اوجهه لاخواننا اللي في مجلس الشعب، يا جماعه قانون تعدين شفاف زي قانون التعدين اللي موجود في استراليا، كندا، المانيا، اي بلد سواء متقدمه او بلد حتى متاخره، الصين، روسيا، كله شغال ضرايب وقتها بس.